سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. من كتاب الأضواء هنحل صفحة 12. اختبر نفسك على الدرس الأول. أول سؤال معنا بيقول التعبيرات الآتية التي لها نفس قيمة الكسر 5/6. طبعا 5/6 هي الإجابة رقم 3، لأن 1/6 1/6 1/6 لو جمعنا دولت هيدونا 5/6. 1 2 3 4 5، يبقى 5/6، يبقى هي دي الإجابة رقم 3. السؤال الثاني بيقول الكسر الذي يعبر عن الجزء المظلل في الشكل المقابل. هنعمل كسر وهنعد المظلل اللي فيه. أنا عندي كام واحدة متلونة؟ 1 2 3. الملون بيتكتب فوق، نكتب الملون إيه؟ فوق. وهما كلك كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى 3/8. السؤال الثالث بيقول لي أصغر كسر وحدة من الكسور الآتية هو كام؟ طبعا 1/8. طيب ليه هو أصغر واحد؟ تخيل مثلا تفاحية وتتقسم على 8، كل واحد هياخد حتة صغيرة، لذلك ده أصغر واحد. إنما لو كانت تفاحية واتقسمت على 3، يعني كل واحد حتة متوسطة شوية. إنما ده أصغر واحد فيهم، اللي هو 1/8. عدد الكسور الوحدة التي تكون 5 أسمان تبقى 5 كسور. عدد كسور الوحدة المكونة للكسر 4/7، ناخد 4 كسور. الكسر الاعتيادي الذي مقامه 7، يعني في المقام 7، وفي البسط 2، وفي البسط 2، يبقى 2 على 7. السؤال الرابع بيقول لي نص زائد نص، يعني 2/2. المقام زي ما هو، بنجمع البسط بس، يعني بنجمع اللي فوق ونكتب المقام 2 زي ما هو. 1 زائد 1 2، وهنحط تحت 2. 2/2 هي الكام؟ 1. السؤال الخامس بيقول لي ايه؟ خمس زائد خمس زائد خمس. طيب المقام بتكتب زي ما هو، وهجمع اللي فوق. 1 و1 و1 يبقوا 3، يبقى 3/5. السؤال السادس بيقول لي 1/9 زائد كام؟ يدينا 2/9 زائد 1/9. نيجي اللي صح وغلط. بيقول لي ايه؟ على خط الأعداد عدد كسور الوحدة 1/6 التي تمثل النقطة K كام كسر؟ هل هم النقطة K هنا ده ايه؟ 5/6، المفروض يبقى 5 كسور، وهو هنا قايل إن هم 3 كسور، يبقى الإجابة ديت خط. السؤال التاني بيقول لي إذا تم تقسيم الواحد الصحيح إلى أسباع فإن عدد كسور الوحدة 1/7 هما 7 كسور، صح. السؤال التالت بيقول لي في كسر الوحدة كلما كبر المقام قلت قيمة كسر الوحدة، طبعا صح. زي ما قلنا هنا في السؤال ده، كل ما المقام بيكبر، اللي هو اللي تحت ده بيكبر، بتقل القيمة بتاعة الكسر. طيب نيجي بعد كده للسؤال الأخير. السؤال الرابع بيقول لي ايه؟ النموذج ده هو الكسر الاعتيادي بتاعه كام على كام؟ أنا عندي كام واحدة متظللة؟ 1 2، يبقى فوق 2، وهما كلك كام؟ 1 2 3 4 5، يبقى 2/5. كسر الوحدة بتاعه بكتب فوق 1 وباخد المقام كام؟ 5. معادلة التكوين بتاعة كسر الوحدة، يعني 2/5 ده ايه؟ عبارة عن 1/5 زائد 1/5، عشان يعطيلي 2/5. معادلة تكوين الواحد الصحيح من كسور الوحدة هما 5، هعمل 5 1/5، يعني 1/5 زائد 1/5 زائد 1/5 زائد 1/5، كده كام؟ 4 زائد 1/5. هخليهم 5 بحيث يدينا 5/5 يساوي 1، لأنه عايز نكون الكام؟ 1. طيب السؤال ده هو بيقول لي 2/3، يعني هنا كان فيه 3 مظلل منهم 2، 1 2، يعني ديت 2/3. كسر الوحدة 1/3، بكتب 1 وبخلي المقام 3. طيب عايز أكون منها واحد صحيح، فأنا هعمل 3 1/3، يعني 1/3 زائد 1/3 زائد 1/3 هيدينا 3/3 اللي هي واحد صحيح. 4/7 هترسم مستطيل وتعمل فيه 7 مربعات. 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6 7، كده 7. طيب
هنا 4/7 كسر الوحدة 1 على إيه؟ على 7. هو عايز معادلة تكوين الكسر اللي أنا أكون 4 منهم، يعني 1/7 زائد 1/7 زائد 1/7 زائد 1/7. كده أنا عملت ال4 عشان أكون ال4/7 اللي هو عايزه. إنما هنا في الأخيرة عايز أكون الواحد الصحيح، يبقى أنا أعمل 7 من 1/7. يبقى 1/7 زائد 1/7 على 7 زائد 1/7. 1 2 3 4 5 فاضل 2. يبقى الإجابة 7/7 بتساوي 1 صحيح. المفروض نظلل من السؤال رقم 3 دوت، نظلل منهم 4. 1 2 3 4 عشان يبقى 4/7. طيب بكده نكون حلينا صفحة 12. انتظروا بقى حل كتاب الأضواء للصف الرابع الابتدائي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.